انت عارف ان في سنة من السنين تم اكتشاف مستعمرة لكلاب البراري بحجم دول موجودة النهاردة. كلاب بس مش كلاب زي ما بيقولوا عليه. تخيل معايا انت ماشي في ارض واسعة في امريكا، فجأة تسمع صوت صفارة غريب جاية من تحت الارض. تبص حواليك مفيش حد، وفجأة يطلع كائن صغير من جحر عامل زي الكلب بس اصغر واغرب. ده يا سيدي اسمه كلب البراري. بس المفاجأة ده مش كلب خالص. كلب البراري في الحقيقة من عيلة القوارض، اقرب للسنجاب مش للكلب، وبيعيش في مستعمرات ضخمة تحت الارض فيها انفاق وغرف نوم ومخازن. كأنك بتتكلم عن عمارة كاملة بس مدفونة. والمذهل ان عندهم نظام امني. والله في كلب حارس واقف فوق الجحر بيصرخ بصوت معين لكل خطوة. لو في صقر صوت معين، لو في تعبان صوت تاني، في انسان لابس احمر عندهم صوت مخصوص ليه هو كمان. بس المعلومة اللي هتصدمك بجد عنهم انهم سنة 1900 العلماء اكتشفوا مستعمرة واحدة من الكلاب كانت بتمتد لمساحة اوسع من بعض الدول. عارف كانت قد ايه؟ كانت 40,000 كيلومتر مربع، وكان فيها حوالي 400 مليون كلب براري. ايوه 400 مليون في جحر واحد ضخم. يعني مش بس اذكى من اللي توقعته، عددهم كفيل انهم يسيطروا على كوكب الارض تمام. لو عجبك الفيديو ما تنساش تعمل فولو ولايك واكسبلور، وتكتب لي في الكومنتات حابب نتكلم عن ايه الفيديو الجاي. بس كده، سلام.